عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. في البداية أحب أن أشكر فضيلة الشيخ محمد حسان، بارك الله فيه وبارك في عمره وفي دعوته، على استضافتنا. ثم أتوجه بالشكر إلى ضيفنا العزيز أخي الحبيب شيخ يوسف إستس. السلام عليكم and welcome to the studios of Ar-Rahma channel. وعليكم السلام ورحمة الله. It's great to be here. As you say in the Egyptian dialect, first السعيدة. بارك الله فيك. في البداية أريد أن أرحب بالسادة المشاهدين جميعا، وأن أحييهم بدحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن القارئ والتالي لكتاب الله عز وجل لا يعجب حينما يتحدى المولى تبارك وتعالى العالم كله والخلق كله بقوله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد رأيت من الآيات العجيبة في قدرة الله عز وجل على نشر هذا الدين وعلى سماحة هذا الدين وتغلغله في قلوب غير المسلمين، حتى إن ممن أسلموا وممن دخلوا في الدين رغبة وحبا فيه أحد الذين كانوا يبغضونه أشد البغض، ألا وهو ضيفنا أخي الحبيب الشيخ يوسف إستس. فلقد كان قسا قبل أن يسلم، وكذلك زوجته كانت مبشرة، وكذلك والديه. فالشيخ نشأ نشأة لاهوتية، وأمضى جل حياته قبل أن يسلم مبغضا للإسلام والمسلمين، ولم يتخيل يوما ما أن يجمعه لقاء بأحد المسلمين ويجتمع معه في نفس المجلس. لكن سبحان الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. ها هو هذا الرجل الذي كان يوما ما قسا، هو الآن من أعظم الدعاة إلى الله عز وجل، يجوب أقطار الدنيا ويسلم على يديه الآلاف بل عشرات الآلاف، ولا يتوقف عن الدعوة ما زال لديه نفس يتنفسه. أريد أن أسأل فضيلة الشيخ والأخ الحبيب يوسف إستس بناء على هذا الاجتماع المبارك، بينما نأخذ اتصالاتكم ورسائلكم، عدة أسئلة. فلنتعرف أولا. Let me ask you first, Sheikh Yusuf, if you can give us a brief about how did he accept Islam. ما شاء الله, you're going to jump right to that one, aren't you? Exactly. ما شاء الله. سؤالي أولا كان للشيخ عن قصة إسلامه مختصرة جدا، لأن هذه القصة يعني لابد أن تفرض لها حلقة كاملة، ولكن أنا متوقع أن نستقبل اتصالات كثيرة وكذلك رسائل، فأود أن أترك بعض الوقت للمشاهدين ليستمتعوا بمحادثة الشيخ أيضا، لذلك طلبت منه أن يلخص لنا في عجالة قصة إسلامه. Well, first off, I met a man from Egypt, from right here in Egypt, and he was going to do business with us. When my father first told me about it, I was appalled at the idea, and I was saying, how can we do business with anybody who's a Muslim? A Muslim. A Muslim. Yeah. Because, as I was telling my father, these guys are terrorists. They are hijackers. They're kidnappers. They don't believe in God. And they worship a black box in the desert, and they kiss the ground 5 times a day. الشيخ يقول أن قصة إسلامه حقا عجيبة، فالله عز وجل أراد له أن يلتقي بشخص. هذا الشخص هو رجل أعمال مصري وليس داعية، ولكن كما يعلم الجميع كل مسلم مأمور بالدعوة إلى دين الله عز وجل. فالتقى بوالده أولا ليتاجر معه في تجارة، فلما عرض والد الشيخ يوسف واسمه جوزيف عليه أن يكون شريكا لهم رفض تماما وقال: كيف لنا أن نشارك واحدا كما يسمي شيخ مازلم، هكذا يسمي الأجانب المسلمين مازلم أو مسلما. كيف لي أن أضع يدي في يد رجل يعبد
صندوقا أسودا يشير إلى الكعبة ويقبل الأرض 5 مرات يوميا، كيف لي أن أجالس رجلا هو إرهابي بالطبع؟ ويستكمل الشيخ. Please go on. Well, my father insisted that I meet this man, and although I didn't want to, but he insisted. So I said, well, I'll do it if we can do it on my terms. My father said, well, what are your terms? I said, okay, number one, I have to meet him on Sunday. Has to be immediately after the church. I will come to him straight away, and I will have my cross that I wear, and I will have my Bible with me, and I will have my hat that said, Jesus is Lord. This is how I have to meet him. الشيخ حفظه الله يقول أنه لما ضغط عليه والده أن يلتقي، على الأقل يلتقي بهذا الرجل المصري المسلم الذي ينوي والده مشاركته، فقال بشرط، فقبل والده الشروط. وشروط الشيخ يوسف قبل أن يلتقي بهذا الشخص المسلم المصري كانت أن يلتقي به يوم الأحد بعد أن يخرج من الكنيسة من صلاته، وأن يأتي مرتديا صليبا كبيرا على صدره، وأن يحمل الإنجيل، وأن يلبس قبعة كتب عليها عيسى هو الرب. Okay, now when I met the man, though, I was surprised because I was fully expecting this man to look like the image that I had in my mind. What does a Muslim look like? And so I'm imagining there's going to be this guy in a long dress, and he's going to have on this big black overcoat thing, a bisht, and I'm imagining he's going to have on an imama, you know, big turban on his head, and I'm imagining that he's going to have a sword, and his eyebrow is going to be like all the way across one side of the other. Anything like, you know, that I was expecting Ayatollah Khomeini. الشيخ حفظه الله يقول لما وافق والده على هذه الشروط وكان اللقاء، كان الشيخ قد رسم صورة لهذا الشخص المسلم أنه يرتدي عمامة كبيرة وعلى وجه ملامح الغضب ومعه سيفه ويرتدي عباءته، وهو يقول أنه كان يعني قد رسم صورة في ذهني لهذا الشخص أنه يشبه مثلا الخميني. ثم When I met him, though, I was surprised because when I went in to meet this man, I told my father, where is he? He said, here. I looked and I said, this is the man? This man, he's not having this big overcoat stuff. He's wearing normal clothes. The clock. Yeah. And he's not even having a big beard. In fact, he didn't have any hair at all. He was bald-headed. Is this a praise or a dispraise? يقول الشيخ أنه لما التقى بهذا الرجل المصري المسلم لأول مرة فوجئ أنه إنسان عادي جدا يلبس مثل ما يلبس كل إنسان، وعلى عكس ما كان يتصور ليس على رأسه هذه العمامة الكبيرة وليس معه السيف، ولكن الشيخ أيضا يضحك ويقول على نقيض لقد كان أصلعا. وبالمناسبة أريد أن أقول شخصيا أن هذه الأفكار التي ترسخت في أذهان الغرب عن الإسلام والمسلمين، ذات مرة وأنا في اجتماع أنا بشخصي ولحمي سألتني امرأة هل تأكلون بالملاء؟ هل تأكلون بأيديكم؟ فتعجبت، يعني هل تأكلون بأيديكم الطعام؟ فأجبت لا بالطبع، بل نأكل بأقدامنا، لأن السؤال كان سؤال عجيب وغريب، ولكن وجدت فعلا أن هؤلاء الناس يظنون بنا كل الظنون السيئة، يعني على أقل تقدير أننا لسنا من جنس بني البشر. ولنترك الشيخ يستكمل. The first thing I said to him was, hello, how are you? And then, do you believe in God? Right away. Immediately. You confronted him. Yeah. Do you believe in God? وهو قال نعم. Try that one. Sure. الشيخ يقول أنه قابل هذا الرجل مقابلة المهاجم، فأول ما التقاه قال له hello، ثم سأله هل تؤمن بأن هناك إله؟ فأجاب هذا الرجل المصري بهدوء نعم. You didn't translate because I said it in Arabic. Gotcha. That's right. I got you. نعم. Next time I'll be awake. Yeah. Okay. I asked him, you believe in God? He said yes. I said, okay, but you don't believe in the God of Adam? He said, oh, yes, we do. سأله يوسف إسس قبل أن يسلم أنت قلت أنك تؤمن بإله؟ قال نعم. قال ولكنك لا تؤمن بإله آدم، برب آدم. فأجاب الرجل بلى أؤمن به.
Then I asked, okay, but you don't believe in like the God of Abraham and Moses and David and Solomon? He said, yes, we believe in that God and we believe in them as prophets. من العجب أن الرجل يقول ما يؤمن به الغالبية العظمى من غير المسلمين في الغرب، أنه سأل هذا الرجل المصري المسلم هل تؤمن بسائر الأنبياء، تؤمن بموسى، بعيسى، بإبراهيم؟ فتعجب حينما أجابه هذا الرجل المصري وقال نعم. Then I said to him, okay, but you don't believe in the Bible. You don't believe in the Old Testament. He said, of course we do. And I said, okay, but you don't believe in the New Testament. He said, yes, we do. ثم سأله إذن وإن كنت تؤمن بوجود إله وبهؤلاء الأنبياء فأنت لا تؤمن بالإنجيل، أنت لا تؤمن بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد. ولكن فاجأه هذا المصري المسلم وقال بلى أؤمن بهذا كله. I said, okay, but you don't believe in Jesus. He said, yes, of course we do. I said, but you don't believe that he is the Messiah. He said, this is actually Arabic word, Masih. Huh? And I said, but you don't believe in Jesus. He's the Word of God, the Logos. He said, yes.